يا أهلا بيكم في حلقة جديدة مش من بس طب. النهاردة كنا هنتكلم على حاجة كتير تانية خالص، بس مش هينفع. النهاردة هنتكلم على مصر والمتحف الجديد بتاعنا والآثار بتاعتنا، وكمان أجمل جميلات العالم نيفرتيتي. النهارده هنتكلم على نيفرتيتي بمقياس ان نيفرتيتي تعتبر هي اجمل سيده في العالم على حسب العظم، وعلى حسب شكل الوجه، وعلى حسب تحديد الفك، وعلى حسب الأنف بتاعتها، وعلى حسب شكل الشفايف، لدرجة إن العالم كله واخد نيفرتيتي هو الشعار بتاع الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، الشعار بتاع الجمعية الدولية لجراحة التجميل، وأهم من ده كله هو الشعار بتاع الجمعية المصرية لجراحة التجميل. يا ترى هذا الجمال وهذا الشكل وهذا المضمون، هذا الجمال هو تعبير عن عظمة المصريين؟ يعني بعيدا عن ان احنا جمال، او ان السيدات بتاعتنا كانت جميلة، او ان تفاصيلها كانت عظيمة، لا، احنا بنتكلم على عظمة النحت، عظمة تصوير الشكل اللي هم شافوه ونحتوه على هذا الشكل، عظمة التفاصيل الصغيرة. فما بالك براس نيفرتيتي بس؟ فما بالك ب... بكل الحاجات وكل العظمة بتاعت التاريخ بتاعنا، العظمة بتاعت الحضارة المصرية القديمة. كل ده احنا تسنى لينا ان احنا نشوفه بشكل اوضح وبشكل اسهل وبشكل حضاري اكتر، وفرشة لحوالي حاجة وخمسين الف قطعة اثرية في المتحف العظيم ده، اللي مبني بشكل هندسي وشكل كمان حضاري حضارة مصرية طبعا عظيمة. أنا مبهور واحد بالحضارة المصرية من وأنا صغير، مبهور بالمعابد بتاعتنا والأهرامات وأشكال كل حاجة بقى، من أول الخف الرجل اللي بيتلبس، والهدوم بتاعتنا، والقلادات، حتى الكتابات. يعني صحيح كل شوية كنا بنروح الأهرام، بنروح أسوان، بنروح الأقصر نشوف وادي الملوك، وادي الملكات، معبد حتشبسوت، الكرنك، معبد الأقصر، بنتفرج على أسوان ومعبد فيلة وإيزيس والعظمة اللي موجودة دي، بنتفرج على أبو سمبل وتعامد الشمس على وجه رمسيس. حاجة عظمة. أنا يعني كنت عايز أتكلم بس على نفرتيتي بس، يعني ما تقدرش تقول الكلام ده. يعني هذا الكم من ألوف السنوات، كفاية أبو الهول والقاعدة اللي هو قاعد عليها والشكل اللي هو مرسوم بيه والجسم اللي مرسوم بيه. أنا بتكلم على بني آدمين كانوا بيعملوا الكلام ده، بيعملوا وجه والقناع بتاع توت عنخ آمون ب 11 كيلو من الذهب الخالص مرصع بالياقوت والحاجات دي كلها بدقة متناهية، لدرجة إن أنت النهاردة محتاج 3-4 مصانع وفيهم ليزرز عشان تقدر تعمل هذا الحجم من القناع بهذا الكم من الذهب. لا، العظمة بلس على كل الدراسات الطبية. طبعا انا مره كنت اتكلمت قبل كده على ان القدماء المصريين هم اول ناس عملوا شد جفون العلويه، ودي كانت حاجه من الحاجات اللي دوكيومنتد من 3 4000 سنه. يعني كانوا بيربطوا قطعتين من الخشب بشعرة من شعر الحصان للجلد الزيادة اللي موجود في الجفن العلوي، ويتركوه لمدة 5 إلى 10 أيام، كان بيقع وكومبليت هيلينج ومفيش جرح. حاجة عظمة. ده غير طبعا التحنيط ده، يعني ده ان هو فاهم بالظبط هو داخل منين، سواء من المخ من فوق، سواء كان من الانف، سواء كان ويشيل الامعاء، وعارف طولها وعارف كل حواشيها، وبرغم ده كله بيحطها كل الاحشاء بتاع البني ادم اللي هيتوفى بيتحط كلها في طبق، كلها واضحه وصريحه. كفايه العظمه بتاعت المومياوات بتاعتنا، حاجه عظيمه جدا. انت النهارده في سيدات في المومياوات، السيدات موجوده
بشعرها، بضوافرها، بشكلها. سيبك من ان الذكاء الاصطناعي قدر يعمل لنا الاشكال اللي كانت موجوده فيها المومياوات، او الاشكال اللي كانت موجوده في المنحوتات اللي موجوده في كل حته. انت لو رحت معبد زي معبد الكرنك وشفت العوارض اللي محطوطه فوق، وكميه الالوان وكميه الخطابات وكميه الكلام اللي مكتوب عليها، لا يعني عظيمه يا مصر. اولا لازم نشكر كل الناس اللي وصلونا ان احنا نوصل بالمتحف ده، واحنا مستنيين متاحف تانية كتير جوه مصر، لان احنا محتاجين نتفرج على كل حاجه، بس محتاجين نتفرج على حاجه تانية اقوى بقى. وده هو اساس الحلقه، بس انا مش هطول فيه. احنا محتاجين ناريتور، محتاجين راوي يحكي لنا القصه بتاعت ال 33 اسره، يحكي لنا القصه بتاعت قيام الحضاره، يحكي لنا قصه. انا يعني ببقى so much appreciated وبستمع بكل فخر واعزاز الاستاذ الدكتور وسيم السيسي وهو بيتكلم على هذا الحدث، هذه الدولة، هذه الحضارة اللي حصلت. وبحس بكمية غيرة ان هو عارف كمية حاجات كتيرة جدا انا نفسي اعرفها، وهو بيحكي باسلوب طبيعي وسهل يخليني ابقى طول الوقت عايز اسمع. طب وحصل ايه تاني؟ طب ومين راح؟ طب كانوا فين؟ طب الجيوش اتحركت ازاي؟ طب هم وصلوا لحد اخر ايه؟ يعني انا عارف ان احنا وصلنا لحد الاشوريين والسومريين، لكن هل وصلنا بعد كده؟ في ناس بتقول لك احنا وصلنا المكسيك ووصلنا ناحيه امريكا اللاتينيه، وفي ناس بتقول ان احنا وصلنا ناحيه كوريا. نفسي اعرف. عندنا دوكيومنتيشن كتيره وعندنا حاجات كتيره اغلبنا ما يعرفهاش. فلو لقينا حته زي الناريتور دي هتبقى من الحاجات العظيمه اللي هو نقدر نعيش معاها هذا الكم من الحضاره، هذا الكم من التكنولوجيا، هذا الكم من الهندسه والطب والحساب والفلك والنجوم. نفسنا نعرف. واكيد هنلاقي ناس مع الاستاذ الدكتور وسيم السيسي يحكوا لنا الكلام ده بس باسلوب مبسط لينا. يعني انا شايف ناس بتتكلم على الاسامي بتاعت الخراطيش بتاعت الملوك، اسامي عظيمه وكل حاجه، بس يعني احنا مش اقوياء قوي عشان نبقى عارفين الترتيبه بتاعت الاربع اجزاء بتاع الاسم بتاع كل ملك. كل ما هنبسط كل ما هنفهم احنا قد ايه دولتنا دي والحضاره بتاعتنا دي هي اللي نورت الدنيا لكل الناس مع حضارات اخرى. بس احنا طبعا انا شايف ان احنا وصلنا لمراحل عظيمه في حتت بعيده قوي ما كناش نحلم ان الايام دي نوصل لها، فما بالك بقى من 4000 و5000 سنه، وفي حاجات من 7000 سنه. فلا، نفسنا نسمع كتير، واتمنى ان انا الاقي راوي يروي لنا زياده عشان نعرف ترتيب الدنيا وحتى الترتيب بتاعنا ورحنا فين وجينا منين واتطورنا ازاي. وشكرا لكم دايما وطولت عليكم.